يا تقول كلام في محله يا تقول حل وحله. مثلا ونسافر نسافر دبي. يا نهار اسود رجلي يا رب يا رب خليك معايا يا رب يا رب. يا اخي روح منك لله يا اخي روح روح يا والله صحيت عشان خاطر خلاص بقى. نفسي انام نص ساعة كمان. خلاص صحيت اهو. هو يوم باين من اوله اصلا. الو ايوه يا ريس. اتاخرت فين يا ريس؟ ساعه 7 الا ربع والله بفطر حالا. مخصوم لي نص يوم ليه يا ريس؟ انا عملت ايه طيب؟ هو ايه اللي عبد يا ريس؟ ربنا على المفتري. لا بقول لك ماشي يا ريس اللي انت شايفه. طب قفلت في وشي. هو صباح باين من اوله اصلا. ماشي يا ريس ماشي يا ريس. حتى خليتني ما اكملش فطاري كده. انا معايا دفتر ومعايا المفتاح في جيبي والقلم والموبايل وكل. الو ايوه يا ريس. يا ريس اتاخرت فين بس يا ريس؟ والله انا لسه نازل حالا. انا حتى ما كملتش فطاري. مخصوم لي يومين ليه بس يا ريس؟ يعني ما كيش شغل؟ بقول لك يا ريس انا هاجي بس النهارده عشان حاجه واحده بس. هقدم استقالتي واقول لك كل شيء اسمه ونصيب. اخيرا قفلت في وشي قبل ما اقفل في وشي. هو انتوا كده دايما ما بتحبوش تيجوا الا على الغلبان اللي مالوش ظهر. يا انت النهارده يا ريس ربنا يستر بقى. 8 hours later. ولا قبلين يا عم. قلت له بقول لك يا ريس يا تقول كلام في محله يا تقول حل وحله. قال لي انت بتقول لي الكلام ده؟ قلت له ايوه يا ريس بقول لك انت الكلام ده. ما انت قايمه كده عليا وانا ما قلتش حاجه. قال لي خلاص يا سرنجه اللي انت شايفه. راح مطلعني بره الشركه. وبصراحه يعني انا توقعت يقول لي طب تعالى يا سرنجه هنتفاهم هعوضها لك اي حاجه من دي خالص. بس والله ما صدق. قال لي يلا يا سرنجه بالسلامه. وانا دلوقتي مش عارف انا اعمل ايه. الشروط بايظه خالص وسايب الشغل بقالي كام اسبوع وعليا ديون واقساط وجمعيات وايجار. الدنيا سودا يا صاحبي. مش عارف اعمل ايه والله. يا نهار اسود ده حتى كهربة البيت مش طياني. مش كفايه ان انا قطعت علاقتي في الشغل وقطعت علاقتي بالمدير وقريب هقطع علاقتي بخطيبتي ومش هكلمها تاني وكل حاجه خلاص كده بقت اسمها ونصيب. يا نهار اسود رجلي يا لهوي. فين الشمعه؟ فين الشمعه بسرعه؟ عايز الشمعه اهي لقيت الشمعه خلاص اهي خلاص. يا نهار اسود. يعني لا في نصيب لا في شغل ولا في ارتباط ولا في صاحب عيتل ولا في مدير شغل عيتل. ده حتى كهربة البيت مش طياني. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ اروح لمين بس يا رب ولا اشتكي لمين بس؟ يا رب خليك معايا يا رب يا رب. ايه رأيك لو نوفر فلوس الفرح مثلا ونسافر دبي؟ الله نطلع برج خليفة بقى. في هناك حتة مطعم عايزة ازور برج خليفة. عايزة الف دبي كلها. في فندق بقى هناك اسمع ان هو من احلى فنادق دبي. بس هو غالي شوية. بس كده احنا هنوفر فلوس الفرح. يعني ممكن نقعد اسبوع ندفع لنا مثلا بتاع حوالي 100,000 جنيه. ايه رأيك؟ بصي يا حبيبتي انت عارفه طبعا انا عمري ما اتاخرت عليكي في حاجه صح؟ وانت عارفه ان الظروف معايا اتقلبت يعني والدنيا كلها دخلت في بعضها. وبصراحه يعني كده انا بصراحه كده يعني انا كنت بكلمك عشان اقول لك انه كنت اقول لك انه كل شيء بينا يعني كل شيء اسمه نصيب. اخيرا قفلت في وشي قبل ما تقفل في وشي. مش كل مره هي اللي تقفل في وشي. هتوحشيني.